بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مقهى الخوارزمي لتعليم الرياضيات. النهاردة إن شاء الله تعالى حصة رقم 8، وهناخد فيها الدرس السادس، العمليات على الأعداد الصحيحة. العمليات على الأعداد الصحيحة: الجمع والطرح والضرب والقسمة. هننفذ العمليات الأربعة على الأعداد الصحيحة. الدرس ده إن شاء الله هنقسمه على جزئين. النهاردة هناخد الجزء الأول، والحصة الجاية هناخد الجزء الثاني. قبل ما نبدأ في العمليات على الأعداد الصحيحة لازم نتذكر أشياء إحنا درسناها في الصف السادس. مجموعة الأعداد الطبيعية. مجموعة الأعداد الطبيعية بنرمز لها بالرمز N. هي بتبدأ بالصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية. أصغر عدد في الأعداد الطبيعية هو الصفر. لو حبينا نمثلها على خط الأعداد هنبدأ من الشمال بالصفر، والأعداد كل ما نمشي يمين بتزيد. بعد الصفر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة إلى ما لا نهاية. أخذنا كمان مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة بنرمز لها بالرمز Z. الأعداد الصحيحة Z، والأعداد الطبيعية N. الأعداد الصحيحة بتزيد عن الأعداد الطبيعية بالأعداد الأقل من صفر، اللي هم الأعداد السالبة. الأعداد الطبيعية الصفر والواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية. الأعداد الصحيحة بتزيد عن الأعداد الطبيعية بالأعداد الأقل من صفر، اللي هم سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة وسالب أربعة إلى سالب ما لا نهاية. الكلام ده معناه إنه السالب واحد أصغر من الصفر مباشرة، وسالب اثنين أصغر من سالب واحد، وسالب ثلاثة أصغر من سالب اثنين. كل ما نمشي شمال الأعداد بتقل، وكل ما نمشي يمين الأعداد بتزيد. كل ما نمشي شمال الأعداد بتقل، وكل ما نمشي يمين بتزيد. الأعداد الصحيحة بتتكون من 3 مجموعات: مجموعة الأعداد الموجبة، الواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية، ومجموعة الأعداد السالبة، سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة إلى سالب ما لا نهاية، ومعاهم كمان مجموعة الصفر. يبقى الأعداد الصحيحة بتتكون من أعداد موجبة تبدأ بالواحد، أصغر عدد موجب هو الواحد، وأعداد سالبة أكبر عدد سالب هو سالب واحد. الأعداد السالبة أكبر عدد سالب هو سالب واحد. العدد كل ما يكون صغير في الأعداد السالبة كل ما تكون قيمته أكبر، كل ما يكون العدد كبير كل ما تكون قيمته أقل. الكلام ده معناه إنه سالب واحد أكبر من سالب مليون، فبالتالي سالب واحد هو أكبر عدد سالب، والواحد هو أصغر عدد موجب، والصفر ليس موجبا وليس سالبا. الصفر ولا هو موجب ولا هو سالب. لو حبينا نمثلهم على خط الأعداد، الصفر ليس موجبا وليس سالبا. على يمينه الأعداد الموجبة، الواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية، وعلى شماله الأعداد السالبة، سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة إلى سالب ما لا نهاية. أخذنا كمان القيمة المطلقة. القيمة المطلقة للعدد هي المسافة بين الصفر والعدد. القيمة المطلقة لأي عدد هي المسافة بين الصفر والعدد. يعني أنا لو عايز أجيب القيمة المطلقة للعدد سالب 3، القيمة المطلقة للعدد سالب 3 يعني المسافة بينه وبين الصفر. تعال نشوف المسافة بين السالب 3 والصفر. أنا أتحرك له شمال لغاية سالب 1 كده وحدة طول، لغاية سالب 2 كده وحدتين، لغاية سالب 3 يبقى 3 وحدات طول. المسافة بين الصفر والسالب 3 3 وحدات طول. المسافة بتكون بالموجب، عمر المسافة ما هتكون بالسالب. فلما يقول لك القيمة المطلقة للعدد سالب 3 هتساوي 3. كل اللي هتعمله هتطلع العدد بره القيمة المطلقة بالموجب. القيمة المطلقة دائما تكون موجبة. العدد اللي هيطلع بره المطلقة هنطلعه بالموجب. لو هو سالب هنطلعه موجب، ولو هو موجب برضه هيطلع موجب. القيمة المطلقة لسالب 3 لسه قايلين من شوية بتساوي 3، هنطلع العدد بره بالموجب.
القيمة المطلقة ل3. ال3 بالموجب هنطلعها برضو برا بالموجب. القيمة المطلقة للعدد 3 برضو 3. القيمة المطلقة للعدد 0. القيمة المطلقة للصفر هي الصفر. المسافة بين الصفر والصفر صفر، ما فيش مسافة بينهم. يبقى كده تذكرنا اللي احنا أخدناه، مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي n، أصغر عدد طبيعي هو الصفر. مجموعة الأعداد الصحيحة z، بتزيد عن الأعداد الطبيعية بالأعداد السالبة الأقل من صفر. وأخذنا القيمة المطلقة، وقلنا إنه القيمة المطلقة هي المسافة بين الصفر والعدد. القيمة المطلقة لأي عدد هي المسافة بينه وبين الصفر. أخذنا كمان ترتيب ومقارنة الأعداد الصحيحة، وأخذنا المعكوس الجمعي. تعالوا نشوف ترتيب مقارنة الأعداد الصحيحة والمعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي يعني إيه معكوس جمعي؟ لو أنا سألتك عن المسافة بين الصفر والعدد 3، هتقول لي المسافة بين الصفر والثلاثة 3 وحدات. تعالوا نعدهم من عند الصفر لغاية الواحد كده وحدة طول، لغاية 2 كده وحدتين، لغاية 3 كده 3 وحدات. المسافة بين الصفر والثلاثة 3 وحدات طول. طيب المسافة بين الصفر والسالب 3 برضه هنتحرك شمال ونعد الوحدات من عند الصفر لغاية -1 كده وحدة، لغاية -2 وحدتين طول، لغاية -3 3 وحدات طول. لو عندك عددين المسافة بينهم وبين الصفر واحدة، وهما الاثنين في اتجاهين مختلفين، واحد في ناحية اليمين والثاني في ناحية الشمال، تعرف ان العددين دول اسمهم عددين متعاكسين، كل واحد منهم هيكون معكوس جمعي للآخر. فبالتالي الثلاثة هي معكوس جمعي للسالب 3، والسالب 3 معكوس جمعي للعدد 3. يبقى أي عددين على خط الأعداد على نفس المسافة من الصفر وفي اتجاهين مختلفين يسمى كل منهما معكوسا جمعيا للآخر. أي عددين هيكونوا على مسافة واحدة من الصفر وفي اتجاهين مختلفين هيكون كل منهما معكوس جمعي للآخر. يعني نقدر نقول إن الواحد معكوس جمعي للسالب 1، والأربعة معكوس جمعي للسالب 4، وسالب 2 معكوس جمعي ل2. في المعكوس الجمعي كل اللي بنعمله بنغير الإشارة. فلما يسألك يقول لك المعكوس الجمعي للعدد 5، هتقول له بيساوي -5، كل اللي هتعمله هتغير الإشارة. المعكوس الجمعي للعدد -17، المعكوس الجمعي لسالب 17 هو موجب 17. المعكوس الجمعي للعدد أو للقيمة المطلقة لسالب 3، قبل ما نجيب المعكوس الجمعي لازم نطلعه بره المطلقة. السالب 3 لما يطلع بالموجب، فكده المعكوس الجمعي للعدد 3. مين المعكوس الجمعي للعدد 3؟ هو -3. كل اللي هتعمله هتغير الإشارة. لو معاك قيمة مطلقة لازم تطلع العدد الأول، وبعد ما تطلع العدد هتجيب المعكوس الجمعي. العدد كان 3، المعكوس الجمعي ليه -3. المعكوس الجمعي للقيمة المطلقة لسالب 35، هنطلع السالب 35 بره المطلقة يطلع ب35 موجب. المعكوس الجمعي لل35 هنغير الإشارة، هو موجب نخليه سالب، يبقى سالب 35. المقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة. أخذنا المقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة. قارن باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. -13 والناحية الثانية -1، هما الاثنين سالب. الصغير في السالب هو الكبير، دايما العدد كل ما يصغر في السالب كل ما تكون قيمته أكبر، فبالتالي -1 أكبر من -13، والعلامة دايما بتبص على الكبير. الأربعة والقيمة المطلقة لسالب 4، أول ما تلاقي قيمة مطلقة تطلعها على طول. القيمة المطلقة لسالب 4 بيساوي 4، تعكس الإشارة، هنا 4 وهنا 4، فبالتالي بيساووا بعض. الصفر وسالب 100، الصفر أكبر من أي عدد سالب، الصفر أكبر من أي عدد سالب، فالصفر أكبر من -100. -5 و1، أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، فالعلامة تبص على الموجب. بيقول لك رتب الأعداد تصاعديا. تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر، ولما نرتب من الأصغر الأعداد السالبة هي الأصغر، فبالتالي نبدأ بالسالب. لما نرتب تصاعديا نبدأ بالأعداد السالبة. معنا -25،
ومعانا سالب 13. مين أصغر فيهم؟ سالب 25 ولا سالب 13؟ الأصغر هو سالب 25. قلنا كل ما العدد يزيد في الأعداد السالبة كل ما تكون قيمته أقل، وكل ما يصغر كل ما تكون قيمته أكبر. فسالب 25 أصغر من سالب 13. نبدأ بسالب 25 هو الصغير، بعده على طول سالب 13 أكبر منه الصفر. الصفر أكبر من أي عدد سالب، وبعد الصفر هناخد الخمسة وبعدين الثمانية، وكده رتبناهم تصاعديا. بيقول لك رتب الأعداد تنازليا. تنازليا يعني من الأكبر إلى الأصغر. مين الأكبر؟ الأكبر الأعداد الموجبة. فلما يقول لك رتب تنازليا هتبدأ بالأعداد الموجبة. مين الموجب اللي معانا هنا؟ ما فيش غير ال 15، فهنبدأ بال 15 هو أكبر عدد موجود. أصغر منه على طول الصفر، وأصغر من الصفر الأعداد السالبة. معانا سالب 30 وسالب 7 وسالب 100. احنا بنرتب تنازليا يعني بنبدأ بالكبير من الأكبر إلى الأصغر. أكبر عدد فيهم هو سالب 7. سالب 7 أكبر من سالب 30، وسالب 30 أكبر من سالب 100. فهناخد سالب 7 وبعده سالب 30 وبعد كده سالب ال100، أصغر عدد فيهم. وبكده احنا رتبناهم تنازليا. تعالوا كده احنا تذكرنا اللي درسناه في سنة 6. درسنا في سنة 6 الأعداد الطبيعية إن، ودرسنا الأعداد الصحيحة Z، وأخذنا كمان القيمة المطلقة، المسافة بين الصفر والعدد، وأخذنا كمان المعكوس الجمعي. معكوس الجمعي بنغير الإشارة، وأخذنا المقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة، إزاي نقدر نقارن بينهم وإزاي نقدر نرتبهم تصاعديا وتنازليا. لو قال لك رتب تصاعديا هتبدأ بالسالب، ولو قال لك رتب تنازليا هتبدأ بالموجب. تعالوا نشوف العمليات على الأعداد الصحيحة. جمع الأعداد الصحيحة. احنا نقدر نجمع الأعداد الصحيحة بطريقتين. الطريقة الأولى هي استراتيجية خط الأعداد، والطريقة الثانية قاعدة الإشارات. احنا هنفهم كل واحدة فيهم كويس. تعالوا الأول نشوف خط الأعداد. ازاي نقدر نجمع سالب 2 زائد سالب 1 باستخدام خط الأعداد. دايما البداية بتاعتنا هتكون من عند الصفر. لو عدد موجب هنتحرك له يمين، ولو عدد سالب هنتحرك له شمال. البداية بتاعتنا دايما هتكون من عند الصفر. لو عدد موجب هتتحرك له يمين، ولو عدد سالب هتتحرك له شمال. يعني سالب 2 ده عدد سالب، هنتحرك له شمال، هنتحرك له وحدتين. سالب 2 نتحرك له وحدتين. من عند الصفر لسالب 1 كده وحدة طول، لغاية سالب 2 كده وحدتين. طيب عايز أجمع عليه كمان سالب 1، برضو ده عدد سالب، والسالب هنتحرك له شمال. هنتحرك كام وحدة؟ هنتحرك وحدة طول واحدة. احنا وقفنا عند سالب 2، هنتحرك كمان وحدة ناحية الشمال، هنوصل عند السالب 3. فبالتالي الناتج هيكون سالب 3. لما تجمع سالب 2 زائد سالب 1 الناتج هيطلع سالب 3. تعالوا نشوف واحدة تاني. عايز أجمع سالب 3 زائد 5. عايز أجمع سالب 3 زائد 5. السالب 3 نتحرك له شمال 3 وحدات، والخمسة نتحرك له يمين 5 وحدات. ده عدد سالب هنتحرك له شمال، نتحرك 3 وحدات والبداية من عند الصفر. هروح لسالب 1 كده وحدة طول، سالب 2 يبقى وحدتين، سالب 3 كده 3 وحدات، وهرجع اتحرك ناحية اليمين 5 وحدات. ده 5 موجب، هنتحرك له يمين 5 وحدات. لو وصلت عند سالب 3 ب2 كده وحدة، لغاية سالب 1 كده وحدتين، لغاية الصفر 3 وحدات، لغاية الواحد 4، لغاية 2 5 وحدات. فانت وصلت عند الاثنين يبقى الناتج بيساوي 2. لما نجمع سالب 3 زائد 5 الناتج هيطلع 2. هنتحرك للسالب 3 من عند الصفر 3 وحدات، 1 2 3، وهنرجع يمين 5 وحدات، 1 2 3 4 5. انتهينا عند 2، فالناتج هو 2. نشوف واحدة تاني كمان. سالب 1 زائد 3. عايزين نجمع سالب 1 زائد 3. ده عدد سالب، نتحرك له شمال، نتحرك له وحدة طول واحدة، هو سالب 1. بدايتك من عند الصفر وتتحرك لسالب 1 وحدة طول واحدة. ده موجب 3،
نتحرك له يمين، نتحرك له يمين 3 وحدات. أنت انتهيت هنا عند السالب 1، فهترجع تتحرك يمين 3 وحدات لغاية الصفر كده وحدة، لغاية الواحد وحدتين، لغاية 2 3 وحدات. فأنت وصلت عند الاتنين، فالناتج برضه بيساوي 2. سالب 1 زائد 3 بيساوي 2. حركنا شمال وحدة واحدة، ورجعنا تحركنا يمين 3 وحدات، 1 2 3. انتهينا عند 2، فالناتج بيساوي 2. باختصار شديد خط الأعداد بدايتك من عند الصفر، عدد سالب اتحرك له شمال، عدد موجب اتحرك له يمين. طيب تعالوا نشوف قاعدة الإشارات. قاعدة الإشارات لو العددين هما الاثنين شبه بعض في الإشارة هناخد إشارة واحدة منهم ونجمع. لو العددين شبه بعض في الإشارة هناخد واحدة منهم ونجمع. الثلاثة ده موجب والخمسة موجب، هما الاثنين شبه بعض في الإشارة، هناخد واحدة من الإشارتين ونجمع. هي الإشارة موجب والموجب ما بيتكتبش. 3 زائد 5 بتساوي 8. عايز أجمع سالب 3 زائد سالب 5. سالب 3 زائد سالب 5، الإشارتين شبه بعض، هناخد واحدة منهم ونجمع. طالما الإشارتين شبه بعض هتاخد واحدة منهم وتجمع. ده سالب 5 وده سالب 3، الإشارتين سالب، هناخد واحدة منهم ونجمع 3 و5. 3 و5 بتساوي 8. سالب 8 زائد 6، واحد بالسالب وواحد بالموجب، الإشارتين مختلفين. طالما الإشارتين مختلفين هناخد إشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم هو ال8، هناخد إشارته سالب ونطرح. 8 ناقص 6 بتساوي 2. لو الإشارتين شبه بعض هناخد واحدة منهم ونجمع. الإشارتين بالموجب، أخذنا الموجب وجمعنا 3 و5 8. الإشارتين بالسالب هناخد واحدة منهم ونجمع. أخذنا السالب و3 و5 8. الإشارتين مختلفين، واحد فيهم بالسالب والثاني بالموجب، هناخد إشارة الكبير ونطرح. لو الإشارتين مختلفين هناخد إشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم ال8، إشارته سالب، ونطرح 8 ناقص 6 بتساوي 2. القاعدة بتقول لو شبه بعض ناخد واحدة منهم ونجمع، لو مختلفين ناخد إشارة الكبير ونطرح. أو لو ما فهمتش قاعدة الإشارات أو لو مش قادر تحفظها أو تطبقها ممكن نستخدم المكسب والخسارة. الموجب دايما هيمثل المكسب والسالب هيمثل الخسارة. الموجب هيمثل المكسب والسالب هيمثل الخسارة. ده موجب 3 يبقى أنت كسبت 3 جنيه، ده موجب 5 وكسبت كمان 5 جنيه، فكده أنت كسبت كام؟ أنت كده كسبت 8 جنيه. طيب سالب 3 أنت خسرت 3 جنيه، سالب 5 وخسرت كمان 5 جنيه، فكده أنت خسرت 8 جنيه والخسارة بيمثلها سالب، فسالب 8. أنت هنا خسرت 8 جنيه وكسبت 6 جنيه، يبقى أنت خسرت كام؟ أنت كده خسرت 2. أنت خسرت 8 في الأول وبعدين كسبت 6، فبالتالي أنت خسرت 2 والخسارة دايما سالب، يبقى سالب 2. صفر زائد 35، أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. الصفر هو العنصر المحايد الجمعي. الصفر هو العنصر المحايد الجمعي. صفر زائد سالب 35، أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. الصفر مش بيأثر في الجمع، فصفر زائد سالب 35 بيساوي سالب 35. سالب 27 زائد سالب 3، أنت خسرت 27 وخسرت 3، فأنت خسرت كام؟ أنت كده خسرت 30، يبقى سالب 30. الخسارة سالب، يبقى سالب 30. أو الإشارتين شبه بعض، ده عدد سالب وده عدد سالب، هناخد واحدة منهم ونجمع. لو الإشارات شبه بعض ناخد واحدة منهم ونجمع. هناخد إشارة السالب ونجمع. 27 زائد 3 30. عايز أجمع سالب 8 زائد 8، أي عدد زائد معكوسه بيساوي صفر. سالب 8 زائد 8، أي عدد زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر، فسالب 8 زائد 8 بيساوي صفر. القيمة المطلقة لسالب 3 زائد 7، القيمة المطلقة لما تشوفها طلعها بره. القيمة المطلقة لسالب 3 بتساوي 3،
فكده هنجمع 3 زائد 7. 3 زائد 7 بتساوي 10. القيمة المطلقة لسالب 6. القيمة المطلقة لسالب 6 بتساوي 6. هنجمع عليهم كمان 6. 6 زائد القيمة المطلقة لستة هي 6. 6 زائد 6. 6 زائد 6 بيساوي 12. هنا سالب 15 زائد القيمة المطلقة لسالب 15. هنطلع القيمة المطلقة. السالب 15 يطلع بره موجب 15. القيمة المطلقة دائما تكون موجبة. لو هو بالسالب يطلع بالموجب، ولو بالموجب هيطلع بالموجب. فكده القيمة المطلقة لسالب 15 بتساوي 15. كده أنا هجمع سالب 15 زائد موجب 15. عدد زائد معكوسه. أي عدد زائد معكوسه بيساوي صفر. سالب 15 زائد موجب 15 بيساوي صفر. تعالوا نشوف خواص جمع الأعداد الصحيحة. خواص عملية الجمع في زد. زد يعني الأعداد الصحيحة. عملية الجمع في الأعداد الصحيحة لها خواص. أول خاصية خاصية الانغلاق. يعني إيه انغلاق؟ الانغلاق يعني عدد صحيح زائد عدد صحيح، الناتج لازم يكون عدد صحيح. لما تجمع عدد صحيح زائد عدد صحيح، الناتج لازم يكون عدد صحيح. فلما نجمع موجب 3 زائد سالب 8، واحد بالموجب وواحد بالسالب، الإشارتين مختلفين، ناخد إشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم هو 8، إشارته سالب، ونطرح. 8 ناقص 3 بيساوي 5. كده موجب 3 زائد سالب 8 بيساوي سالب 5. أو ممكن ناخدها بالمكسب والخسارة. الموجب بيمثله مكسب والسالب بيمثله خسارة. أنت كسبت 3 ورجعت خسرت 8، يبقى أنت خسرت كام؟ أنت كده خسرت 5. كسبت في الأول 3 ورجعت خسرت 8، كده أنت خسرت 5، والخسارة بيمثلها سالب، يعني سالب 5. أي عدد صحيح زائد أي عدد صحيح، الناتج لازم يكون عدد صحيح. سالب 5 برضو عدد صحيح. الخاصية الثانية الإبدال. الإبدال كده من اسمه، إبدال يعني إحنا هنبدل الأماكن. ال A زائد ال B هي B زائد A. لما أقول لك A زائد B هي B زائد A. الإبدال في الجمع ممكن نقدر نبدل الأماكن في الجمع. عملية الجمع إبدالية في زد في الأعداد الصحيحة. سؤالك بيجيك بالشكل ده. رقم 1 بيقول لك 3 زائد سالب 4 بيساوي نقط زائد 3. هو أنت هنا عشان تقدر تجيب الإجابة بتاعتك عندك طرفين. الطرف اللي في اليمين نقط زائد 3، والطرف اللي في الشمال 3 زائد سالب 4، وفي بينهم يساوي. فأكيد الطرفين بيساووا بعض. الثلاثة موجود هنا وموجود هنا. مين اللي ناقص؟ اللي ناقص سالب 4. فالناحية الثانية لازم يكون سالب 4. كل اللي أنت عملته هنا بدلت الأماكن. 3 وسالب 4 هي سالب 4 و3. نقط زائد 5 بيساوي 5 زائد سالب 7. هتلاحظ إنه هنا في 5 وهنا في 5. مين اللي ناقص؟ اللي ناقص سالب 7. خد بالك الطرفين بيساووا بعض، فاللي هنا لازم يكون هنا. الخمسة موجود هنا وموجود هنا، اللي ناقصك سالب 7. فالسالب 7 هو اللي في النقط. وبكده احنا عملنا إبدال. سالب 7 زائد 5 هي 5 زائد سالب 7. إذا كان لما نقراها من الشمال لليمين. 25 زائد سالب 3 بيساوي سالب 3 زائد 25. هتلاحظ إن الأعداد اللي هنا هم الأعداد اللي هنا. أنت كل اللي عملته عملت إبدال. فبيسألك فإن الخاصية المستخدمة هي نقط. الخاصية اللي استخدمناها هنا الإبدال، لأن احنا كل اللي عملناه بدلنا الأماكن. فلما يسألك عن الخاصية المستخدمة هتقول له الإبدال. 25 زائد سالب 3 هي سالب 3 زائد 25. الخاصية المستخدمة هنا هي الإبدال. خاصية الدمج أو بنسميها التجميع. يعني إيه دمج؟ الدمج ده بنستخدمه لما يكون معانا أكتر من عددين وعايزين نجمعهم. لو معاك أكتر من عددين وعايز تجمعهم هتستخدم الدمج. يعني أنت مثلا لو معاك A ومعاك B ومعاك C، دول 3 أعداد وعايز تجمعهم على بعض، أكيد هتختار أي 2 منهم الأول تجمعهم مع بعض، والناتج اللي يطلع هتضيفه على العدد الثالث.
احنا هنا ممكن نختار الاي والبي نجمعهم مع بعض، ندمجهم داخل قوس. اللي انت اخترتهم دول عملت لهم دمج داخل قوس، هتجمعهم الاول والناتج اللي هيطلع هتضيفه على العدد الثالث اللي هو السي. طيب انا ممكن اختار عددين تانيين غير الاي والبي وادمجهم داخل القوس. ايوه، انت ممكن تختار اي عددين يعجبوك، تجمعهم الاول تدمجهم داخل القوس وتجمعهم والناتج اللي يطلع تضيفه على الثالث. يعني احنا ممكن نختار البي والسي، فممكن ادمج البي زائد السي داخل القوس، اجمعهم داخل القوس والناتج اللي يطلع منهم اضيفه على الاي اللي هو العدد الثالث. تعالوا نطبق الكلام ده في المثال ده. انت لو معاك ثلاث اعداد زي 2 وسالب 3 و5 وعايز تجمعهم، طالما اكتر من عددين يبقى هنستخدم الدمج. اكيد هنختار اي اثنين منهم، هندمجهم داخل قوس ونجيب ناتج الجمع بتاعهم وبعد كده نضيفه على العدد الثالث. تعالوا نختار اي اثنين منهم، وليكن مثلا ناخد الخمسه والاثنين. الاثنين دول بالموجب، من الافضل لينا نختار الاثنين الموجب. انا مثلا هاخد الاثنين زائد الخمسه، 2 زائد 5 هعملهم دمج داخل القوس، يعني هجمعهم الاول واضيف عليهم العدد الثالث. الناتج اللي يطلع هضيف عليه العدد الثالث اللي هو مين؟ اللي هو السالب 3. هنجمع 2 زائد 5 الاول وبعد كده نضيف ليهم سالب 3. 2 زائد 5 بتساوي 7. 7 زائد سالب 3، اجمع 7 زائد سالب 3، واحد بالموجب وواحد بالسالب، ناخد إشارة الكبير ونطرح. الإشارتين مختلفين يبقى إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير موجب، الموجب ما بيتكتبش، و7 ناقص 3 بتساوي 4، فكده 7 زائد سالب 3 بيساوي 4، الناتج طلع 4. لما جمعنا 2 وسالب 3 و5 الناتج طلع 4. طب تعالوا نختار أي عددين تانيين. احنا ممكن نختار السالب 3 والخمسة مثلا نعمل لهم دمج داخل القوس. هناخد سالب 3 زائد 5، سالب 3 زائد 5 ندمجهم داخل القوس، هنجيب الناتج بتاعهم ونضيف عليهم 2. سالب 3 زائد 5، واحد بالسالب وواحد بالموجب، ناخد إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير موجب، الموجب ما بيتكتبش، 5 ناقص 3 2، يبقى سالب 3 زائد 5 بيساوي 2، وهنضيف عليها العدد الثالث. 2 زائد 2 برضه بيساوي 4. لو انت اخترت اي عددين وجبت الناتج بتاعهم وضفته على العدد الثالث هيطلع برضه 4. حتى لو انت اخترت المره الجايه مثلا الاثنين والسالب 3 داخل القوس، هنختار مثلا 2 وسالب 3 داخل القوس وبعد كده نضيف عليهم الخمسه. هفتح قوس 2 زائد سالب 3 وادمجهم داخل القوس، الناتج اللي هيطلع منهم هضيف عليه 5. طيب 2 زائد سالب 3، واحد بالموجب وواحد بالسالب، ناخد إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير سالب، هاخد السالب واطرح. 3 ناقص 2 بتساوي 1، القوس طلع بسالب 1، هنضيف عليه كمان 5. سالب 1 زائد 5، واحد بالسالب وواحد بالموجب، هناخد إشارة الكبير ونطرح. الكبير إشارته موجب ما بيتكتبش، و5 ناقص 1 بتساوي 4، فالناتج في الثلاث حالات برضه يطلع 4. فكده نقدر نقول إنه خاصية الدمج ممكنة في الأعداد الصحيحة أو ممكنة في جمع الأعداد الصحيحة. لو معك ثلاث أعداد وعايز تجمعهم هتدمج أي اثنين منهم داخل قوس والناتج اللي هيطلع هتضيفه على العدد الثالث، هو ده الدمج. يجي يسألك يقول لك 13 زائد نقط زائد سالب 1 من داخل القوس، الكلام ده بيساوي 36 زائد 13 داخل قوس زائد سالب 1. فملاحظ ان انت بتجمع ثلاث اعداد، طالما ثلاث اعداد وفي قوس يبقى ده دمج. الدمج الطرفين هيكونوا بيساووا بعض، الطرف اللي على اليمين هيساوي الطرف اللي على الشمال، هو في بينهم علامة يساوي، الاعداد اللي في اليمين هم الاعداد اللي في الشمال. ال 13 موجود هنا وموجود هنا، السالب 1 موجود هنا وموجود هنا، مين اللي ناقص؟ اللي ناقص ال 36، فالنقط هنا هيكون فيها 36. يجي يسألك يقول لك إذا كان 2 زائد 3 زائد 20 بتساوي 20 زائد 3 زائد 2، فإن الخاصية المستخدمة تسمى نقط. أنت هنا بتجمع ثلاث أعداد 2 و3 و20 وفي منهم اثنين مدموجين داخل قوس، فبالتالي الخاصية دي اسمها خاصية الدمج.
لو عندك 3 أعداد بتجمعهم هتدمج 2 منهم داخل قوس، والناتج اللي هيطلع هتضيفه على العدد الثالث. فالخاصية دي اسمها خاصية الدمج. يجي يسألك يقول لك -7 زائد 3 زائد 50 بيساوي نقط زائد 3 زائد -7. هتشوف اللي موجود هنا وموجود هنا، والناقص هنكتبه في النقط. -7 موجود هنا وموجود هنا، ال3 موجود هنا وموجود هنا. مين اللي ناقص؟ اللي ناقص ال50. فالنقط هيكون فيها 50 لأنه الطرفين بيساووا بعض. ودي كانت خاصية الدمج. الخاصية الرابعة العنصر المحايد الجمعي. العنصر المحايد الجمعي هو الصفر. أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. يعني لما نجمع ال A زائد الصفر هيديني A. الصفر مش بيأثر في عملية الجمع. أي عدد زائد الصفر هيساوي نفس العدد. A زائد صفر بتساوي A. لو جمعت 5 زائد صفر، الخمسة مش هتتأثر بالصفر، هتفضل زي ما هي 5، لأن الصفر هو العنصر المحايد الجمعي اللي مش بيأثر في عملية الجمع. إنما لو جمعت 1 زائد 5، 1 زائد 5 بيساوي 6. فالواحد أثر في الخمسة، غيرها خلاها بقيت 6. إنما الصفر ما أثرش في الخمسة، قعدت زي ما هي 5. فبالتالي الصفر هو العنصر المحايد الجمعي. يجي يقول لك صفر زائد نقط بيساوي 25. صفر زائد أي عدد بيساوي نفس العدد. فبالتالي صفر زائد 25 هيساوي 5. بيقول لك نقط زائد -3 بيساوي -3. مين اللي مش بيأثر في الجمع؟ الصفر. صفر زائد أي عدد هيساوي نفس العدد. صفر زائد -3 هيساوي 3. 380 زائد نقط بيساوي 380. الناتج 380. يبقى أنت جمعت 380 زائد صفر، العنصر المحايد الجمعي اللي مش بيأثر في الجمع. صفر زائد نقط بيساوي القيمة المطلقة ل7. قلنا لما نلاقي قيمة مطلقة نطلعها برا. -7 يطلع برا المطلقة ب7. صفر زائد مين يديك 7؟ صفر زائد 7. صفر زائد 7 هيساوي 7. العنصر المحايد الجمعي في زد هو نقط. العنصر المحايد الجمعي في زد هو الصفر. المعكوس الجمعي، ودي آخر خاصية في خواص عملية الجمع. المعكوس الجمعي يعني هنعكس الإشارة. أخذنا في سنة 6 الأعداد المتعاكسة. الأعداد المتعاكسة اللي بيكونوا معكوس جمعي لبعض، أي حد منهم بيكون معكوس جمعي للثاني. المعكوس الجمعي للعدد A هنغير الإشارة بتاعته. الإشارة بتاعته موجب، وأنتم عارفين الموجب ما بيتكتبش، فنعكس إشارته هيبقى -A. المعكوس الجمعي للعدد A -A، كلها نعمله نعكس الإشارة. المعكوس الجمعي للعدد 8 هنعكس الإشارة يبقى -8. المعكوس الجمعي للعدد -10 هنعكس إشارة هيبقى -10. الموجب ما بيتكتبش. المعكوس الجمعي للعدد القيمة المطلقة ل5 هو نقط. قيمة مطلقة يبقى نطلعها برا. -5 يطلع برا بالموجب، القيمة المطلقة دائما موجبة. فكده أنا هجيب المعكوس الجمعي للعدد 5، هنعكس الإشارة يبقى -5. المعكوس الجمعي للعدد القيمة المطلقة ل3. القيمة المطلقة ل3 بتساوي 3، فاحنا هنجيب المعكوس الجمعي لل3. المعكوس الجمعي لل3 اعكس إشارته يبقى -3. المعكوس الجمعي للعدد 0، العدد الذي معكوسه هو نفسه هو الصفر. المعكوس الجمعي للصفر هيساوي 0. ممكن يسألك السؤال بشكل مختلف ويقول لك العدد الذي معكوسه الجمعي هو نفسه هو نقط، هتقول له الصفر. المعكوس الجمعي للصفر بيساوي 0. من الأسئلة المهمة في موضوع خواص عملية الجمع، يسألك ويقول لك استخدم خواص عملية الجمع في إيجاد الناتج. -6 زائد -13 زائد 6. عايز يجمع 3 أعداد. عشان تجمع 3 أعداد يبقى لازم تستخدم خاصية الدمج. هتختار أي عددين منهم تدمجهم داخل قوس وتجيب الناتج بتاعهم وتضيفه على العدد الثالث.
طيب هنختار أي اتنين وخلاص؟ لا، هنختار العددين اللي سهلوا علينا المسألة. أنت شايف هنا -6 وشايف -6، عددين متعاكسين مجموعهم بيساوي صفر. أي عدد زائد معكوسه الجمعي هيساوي صفر، فموجب 6 زائد -6 بيساوي صفر. فكده هنختار -6 و6 نجمعهم داخل القوس. أفتح قوس وهقول له -6 زائد 6 وأقفل القوس. أنا كده هجمع -6 وال6 وأضيف عليهم العدد الثالث اللي هو -13. طيب إحنا هنا استخدمنا أي خاصية؟ هنا استخدمنا خاصيتين في خطوة واحدة. استخدمنا خاصية الإبدال، بدلنا الأماكن، جبنا ال6 خليناها جنب -6 وبعديهم -13 فبدلنا الأماكن، وفي نفس اللحظة عملنا دمج. اخترنا عددين من الثلاث أعداد عملنا لهم دمج داخل قوس. فإحنا كده في الخطوة دي استخدمنا الإبدال والدمج. الإبدال والدمج دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هنجمع -6 زائد 6. أي عدد زائد معكوسه بيساوي صفر. صفر زائد -13 هيساوي -13. أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. صفر زائد -13 هيساوي -13. الخاصية اللي استخدمناها هنا هي خاصية المحايد الجمعي. صفر زائد أي عدد بيساوي نفس العدد. الخاصة دي اسمها خاصية المحايد الجمعي. وبكده احنا حلينا المسألة دي في خطوتين، واستخدمنا في الخطوة الأولى خاصية الإبدال والدمج، وفي الخطوة الثانية استخدمنا المحايد الجمعي. تعالوا نشوف المسألة اللي بعديها. 350 زائد 75 زائد -350. هتلاحظ ان انت عندك ثلاث اعداد وعايز تجمعهم، فلازم تعمل دمج. طيب هنختار عددين منهم ندمجهم داخل القوس. هنختار اي عددين وخلاص؟ لا طبعا، هنختار العددين اللي سهلوا علينا المسألة. انا ممكن اختار ال 350 والسالب 350، عدد زائد معكوسه بيساوي صفر، فكده سهلت على نفسك. صفر زائد 75 هيساوي 75. الخطوة الأولى هنعمل إبدال ودمج. هنختار ال 350 والسالب 350 مع بعض داخل القوس. 350 زائد سالب 350، وهنضيف عليهم العدد الثالث اللي هو ال 75 زائد ال 75. اجمع كده الخاصيتين اللي استخدمناهم في الخطوة الأولى خاصية الإبدال والدمج. احنا بدلنا الأماكن وفي نفس الوقت عملنا دمج، فكده الخطوة الأولى الإبدال والدمج. الخطوة الثانية هنجمع اللي داخل القوس. 350 زائد سالب 350، أي عدد زائد معكوسه بيساوي صفر، زائد العدد الثالث اللي هو ال 75. صفر زائد 75 بيساوي 75. أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. دي خاصية العنصر المحايد الجمعي. اكتب جباله كده المحايد الجمعي. وبكده حلينا المسألة في خطوتين. الخطوة الأولى استخدمنا فيها الإبدال والدمج، والخطوة الثانية استخدمنا فيها المحايد الجمعي. سالب 74 زائد 65 زائد 74 زائد سالب 65. انت هنا معاك 4 أعداد وعايز تجمعهم، هتجمع كل اتنين مع بعض داخل قوس. طيب هنختار أي اتنين وخلاص؟ لا طبعا، هنختار الاتنين اللي سهلوا عليا المسألة. انت ملاحظ هنا سالب 74 وهنا موجب 74. الاتنين دول لما تجمعهم على بعض يدوك صفر. عدد زائد معكوسه بيساوي صفر. وعندك 65 بالموجب وعندك 65 بالسالب، لما تجمعهم برضو هيدوك صفر. فبكده هنفتح قوسين. القوس الأولاني هنجمع من داخله سالب 74 زائد ال 74 واقول له زائد، وافتح قوس ثاني هجمع من داخله موجب 65 زائد سالب 65. طيب احنا كده عملنا ابدال وعملنا دمج. فالخاصيه المستخدمه في الخطوه الاولى استخدمنا خاصيتين، خاصيه الابدال وخاصيه الدمج. نكتب جبالها الابدال والدمج. طيب هنجمع كل عددين مع بعض. سالب 74 زائد 74 بيساوي صفر، زائد 65 وسالب 65 برضو يدوني صفر.
الكلام ده بيساوي صفر زائد صفر بيساوي صفر. اسمها الخاصية العنصر المحايد الجمعي. ليه مش بيأثر في عملية الجمع؟ صفر زائد صفر هيساوي صفر. ده اسمه كده العنصر المحايد الجمعي. 43 زائد سالب 1 زائد سالب 43 زائد 20. معاك 4 أعداد وعايز تجمعهم. هتجمع كل اتنين مع بعض في قوس. هنختار ال 43 والسالب 43، دول مع بعض هيدوك صفر. يبقى هتجمع من داخل القوس 43 زائد سالب 43، بتفتح قوس تاني زائد القوس التاني هنجمع من داخله سالب 21. هجمع سالب 1 زائد ال20. الخاصية اللي استخدمناها هنا استخدمنا الإبدال والدمج، بدلنا الأماكن وفي نفس اللحظة عملنا دمج. فالخاصية المستخدمة هنا الإبدال والدمج. الإبدال والدمج. طيب هنجمع 43 زائد سالب 43 هيساوي صفر، زائد هنجمع سالب 1 زائد 20 موجب وسالب، واحد بالموجب وواحد بالسالب. هناخد إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير موجب، ونطرح 20 ناقص 1 بتساوي 19. فالناتج هيساوي 19. صفر زائد 19 بيساوي 19. أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. الخاصية اللي استخدمناها هنا كانت خاصية المحايد الجمعي. أي عدد زائد الصفر بيساوي نفس العدد. فالخاصية خاصية المحايد الجمعي. وبكده احنا خلصنا خواص عملية الجمع. أخذنا لعملية الجمع 5 خواص: خاصية الانغلاق، وخاصية الإبدال، وخاصية الدمج أو التجميع، والمعكوس الجمعي والمحايد الجمعي. تعالوا نروح نشوف عملية الطرح. عملية طرح الأعداد الصحيحة. احنا زي ما تعلمنا نجمع الأعداد الصحيحة هنتعلم نطرحهم. عشان نطرح 5 ناقص سالب 2 هنستخدم قاعدة. القاعدة بتقول ثبت الأولاني وغير الناقص لزائد واعكس الثاني. اعكسه يعني هات له المعكوس الجمعي. هنثبت الخمسة ونغير الناقص لزائد ونعكس سالب 2 نجيب له المعكوس الجمعي. هنثبت الخمسة تنزل زي ما هي. هنغير الناقص هنخليها زائد. هنعكس السالب 2 يعني هنجيب له المعكوس الجمعي. سالب 2 معكوسه الجمعي موجب 2. 5 زائد 2 5 زائد 2 بتساوي 7. فكده 5 ناقص سالب 2 بتساوي 7. هنثبت الخمسة ونغير الناقص لزائد ونجيب المعكوس الجمعي لسالب 2. معكوس الجمعي لسالب 2 موجب 2. بقيت المسألة معانا 5 زائد 2. 5 زائد 2 بتساوي 7. يعني 5 ناقص سالب 2 بتساوي 7. انت هنا ممكن تريح نفسك من ده كله. لما تلاقي 2 سالب ورا بعض توصلهم ببعض وتقلبهم موجب. لو لقيت 2 سالب ورا بعض ووصلهم ببعض واقلبهم موجب. فتبقى 5 زائد 2 بتساوي 7. 3 ناقص سالب 3. 3 ناقص سالب 3. هنثبت الثلاثة وهنغير الناقص لزائد وهنعكس سالب 3 يعني هنجيب له المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي لسالب 3 بموجب 3. 3 زائد 3 بتساوي 6. أو كان ممكن نقول في 2 سالب ورا بعض. طالما في 2 سالب ورا بعض نوصلهم ببعض ونقلبهم موجب. خلاص المسألة بقت 3 زائد 3. 3 زائد 3 بتساوي 6. سالب 4 ناقص سالب 6. عايز أطرح سالب 4 ناقص سالب 6. هثبت السالب 4 وهغير الناقص لزائد وهعكس سالب 6. هثبت السالب 4 ينزل مكانه. هغير الناقص لزائد وهعكس سالب 6. المعكوس الجمعي لسالب 6 هو موجب 6. المسألة بقت سالب 4 زائد 6. واحد بالسالب وواحد بالموجب. الإشارتين مختلفين. هناخد إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير اللي هو الستة إشارته موجب. الموجب ما بيتكتبش. ونطرح 6 ناقص 4. 6 ناقص 4 بتساوي 2.
أو أنت خسرت 4 ورجعت كسبت 6، يبقى أنت كده كسبت 2. -8 ناقص -5. عايز أطرح -8 ناقص -5. هثبت -8 في مكانه، وهغير الناقص لزائد، وهعكس -5. معكوس الجمع ل-5 هو موجب 5. كده المسألة بقت -8 زائد 5. الإشارتين مختلفين، هناخد إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير فيهم هو السالب، ال8 هي الكبيرة، إشارتها سالب، ونطرح 8 ناقص 5 بتساوي 3. أو كان ممكن نلاقي 2 سالب ورا بعض نوصلهم ببعض ونقلبهم موجب. فالمسألة بقت -8 زائد 5 هي. -8 زائد 5 ممكن ناخدها بالمكسب والخسارة. أنت خسرت 8 وكسبت 5، يبقى أنت خسرت 3 والخسارة بيمثلها سالب. -5 ناقص 2، أنت هنا كأنك بتطرح -5 ناقص موجب 2. طيب -5 ناقص 2 هنثبت الأولاني، ثبت ال5 -5 وغير الناقص لزائد، واعكس الاثنين. الاثنين لما تعكسها هي موجب، لما تعكسها تبقى -2. الكلام ده بيساوي -5 زائد -2. الإشارتين شبه بعض، هناخد واحدة منهم ونجمع. لو الإشارتين شبه بعض ناخد واحدة ونجمع، مختلفين ناخد إشارة الكبير ونطرح. الكلام ده في الجمع، إنما في الطرح هنثبت ونغير ونعكس. يعني احنا بنحول الطرح للجمع، وبعد ما نحول الجمع نستخدم الجمع. 5 ناقص 3 دي ممكن نحلها على طول، بتساوي 2. 5 لما ناخد منهم 3 يتبقى 2. أو لو حبينا نطبق القاعدة، هنثبت الأولاني اللي هو ال5 ونغير الناقص لزائد، ونعكس التلاتة بالموجب. الناقص دي الناقص، ملهاش دعوة بالتلاتة. التلاتة دي موجب، احنا قلنا 5 ناقص 3، 5 بالموجب ناقص 3 بالموجب. كده ثبتنا ال5 وغيرنا الناقص لزائد، وهنعكس الموجب 3. الموجب 3 لما نجيب المعكوس الجمعي بتاعه -3. المسألة بقيت معانا كده جمع، قلبنا المسألة من طرح الجمع. 5 زائد -3، واحد بالموجب وواحد بالسالب، إشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم ال5، إشارته موجب، الموجب ما بيتكتبش، و5 ناقص 3 بتساوي 2. 5 ناقص 3 بتساوي 2. -7 ناقص 8 دي -7 ناقص موجب 8. هنثبت -7 وهنغير الناقص نخليه زائد، وهنعكس الموجب 8 نخليه -8 المعكوس الجمعي. ثبت -7 وغير الناقص خليها زائد، واعكس الموجب 8 تبقى -8. فكده المسألة بقت معانا جمع. احنا غيرنا المسألة من طرح خليناها جمع، غيرنا الطرح خليناها جمع. نستخدم قاعدة الجمع، الاثنين بالسالب، ده -7 وده -8. هناخد واحدة منهم ونجمع، ناخد إشارة السالب ونجمع. 7 و8 بتساوي 15، فكده -7 زائد -8 بيساوي -15. انت خسرت 7 وخسرت كمان 8، فكده انت خسرت 15. الخسارة بيمثلها سالب. عايز اطرح 3 ناقص 4، هثبت الثلاثة وهغير الناقص اخليها زائد، وهعكس الموجب 4 خليها -4. ثبت الثلاثة وغير الناقص خليها زائد، واعكس موجب 4 هيبقى -4. بكده احنا عايزين نجمع 3 زائد -4. حولنا عملية الطرح لعملية جمع، واحد بالموجب وواحد بالسالب. هناخد إشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم الأربعة، إشارته سالب، و4 ناقص 3 بيساوي 1. أو ممكن تقول أنت كسبت 3 وخسرت 4، فكده أنت خسرت 1 والخسارة بيمثلها سالب. خواص عملية الطرح. عملية الطرح مغلقة في زد. عملية الطرح مغلقة في زد. يعني إيه مغلقة في زد؟ يعني عدد صحيح ناقص عدد صحيح هيساوي عدد صحيح، عمره ما هيطلع حاجة تاني. أي عدد صحيح ناقص أي عدد صحيح الناتج لازم يكون عدد صحيح. فكده عملية الطرح مغلقة في زد، زيها زي الجمع. رقم 2،
عملية الطرح ليست إبدالية، ما تقدرش تبدل الأماكن في الطرح، وليست دامجة، وما تقدرش تستخدم الدمج في الطرح. عملية الطرح ليست إبدالية وليست دامجة، إنما الجمع، عملية الجمع كانت إبدالية وكانت دامجة، إنما عملية الطرح ولا إبدالية ولا دامجة، ما نقدرش نستخدم فيها الخاصيتين دول. رقم 3، لا يوجد محايد للطرح. في الجمع كان في محايد جمع بيأثر في عملية الجمع، إنما في الطرح ما فيش محايد. 4، لا يوجد معكوس. ما فيش معكوس في الطرح، المعكوس موجود في الجمع. المعكوس الجمعي كنا بنبدل الإشارة، لو سالب نخليها موجب ولو موجب نخليها سالب، إنما في الطرح ما فيش معكوس. يبقى عملية الطرح مغلقة بس، هي مغلقة في زد وبس، لكن ليست إبدالية، ليست دامجة، ما فيش محايد للطرح، وما فيش معكوس. لو عايز أطرح الأعداد الصحيحة باستخدام خط الأعداد، -3 ناقص -4. عشان نقدر نستخدم خط الأعداد هنحول مسألة الطرح الجمع. إزاي نحول الطرح الجمع؟ هنثبت الأولاني ونغير الناقص لزائد ونعكس الثاني، نجيب له المعكوس الجمعي. هنثبت -3 وهنغير الناقص هنخليها زائد، وهنعكس -4، يعني هنجيب له المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي ل4 بيساوي 4. كده احنا هنجمع -3 زائد 4. قلنا في خط الأعداد الموجب نتحرك له يمين، والعدد السالب نتحرك له شمال، والبداية بتاعتنا دايما من عند الصفر. -3 ده هنتحرك له شمال 3 وحدات، هو -3 يبقى نتحرك له 3 وحدات ناحية الشمال من عند الصفر لغاية -1 كده وحدة طول، لغاية -3 كده 3 وحدات طول، زائد 4 دي موجب 4، يبقى هنتحرك ناحية اليمين 4 وحدات. أنا انتهيت عند -3، هرجع ناحية اليمين 4 وحدات، من -3 ل-2 كده وحدة طول، -1 كده وحدتين، الصفر كده 3 وحدات، لغاية الواحد كده 4 وحدات. انت كده انتهيت عند الواحد، فالناتج بيساوي 1. لو جمعت -3 زائد 4 الناتج هيساوي 1. 1 بالسالب وواحد بالموجب، لإشارتين مختلفين، إشارة الكبير ونطرح. إشارة الكبير موجب، و4 ناقص 3 بتساوي 1. أو أنت خسرت 3 ورجعت كسبت 4، أنت كده كسبت 1. 2 ناقص 3، عايز أطرح 2 ناقص موجب 3. هنثبت الأولاني، الأول هنغير المسألة من طرح الجمع وبعدين نستخدم خط الأعداد. 2 ناقص 3 هنثبت الاثنين ونغير الناقص نخليها زائد ونعكس الموجب 3 يبقى -3. كده احنا حولنا الطرح الجمع، نقدر نستخدم خط الأعداد. البداية بتاعتنا من عند الصفر، لو عدد موجب هنتحرك له يمين، ولو عدد سالب نتحرك له شمال. ده موجب 2 يبقى نتحرك له ناحية اليمين خطوتين أو وحدتين طول. هنبدأ من عند الصفر ونروح ناحية اليمين كده وحدة طول لغاية 2 كده وحدتين. طيب زائد -3، -3 ده عدد سالب، هنتحرك له شمال وهنتحرك له 3 وحدات. انت انتهيت عند الاثنين، هترجع شمال 3 وحدات لغاية الواحد كده وحدة، لغاية الصفر وحدتين طول، لغاية -1 كده 3 وحدات. انت انتهيت عند -1، فبالتالي الناتج بيساوي -1. او ممكن نقول 1 بالموجب وواحد بالسالب، الاشارتين مختلفين. هناخد اشارة الكبير ونطرح. الكبير فيهم الثلاثة اشارته سالب، و3 ناقص 2 بيساوي 1. او انت كسبت 2 وخسرت 3، فكده انت خسرت 1. وبكده احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس، اخذنا عملية الجمع وعملية الطرح في الاعداد الصحيحة. في الجزء الثاني الحصة الجاية ان شاء الله هناخد عملية الضرب وعملية القسمة. لو كنتوا استفدتوا بالحصة اتمنى نعمل لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو عشان محتوانا يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.